تقييم لعيبة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس: شوبير 4/10. ياسر إبراهيم اللي ما كانش في تمركزه خالص لحظة الهدف الأول 3/10. رامي ربيعة استهتار في التعامل مع الكورة لحظة الهدف الأول والهدف التاني 2/10. خالد عبد الفتاح كان بيسيب مساحات لفريق أورلاندو، تمريراته كانت كلها بتتقطع، شايف إنه كان سيء جدا النهاردة 2/10. كوكا 4/10. مروان عطية 4/10. عمر الساعي أفضل لاعب من وجهة نظري، سدد أكتر من كورة على المرمى لكن الحظ ما كانش في صالحه، محتاج بس يدخل في فورمة المطوشة الفترة اللي جاية 7/10. كريم نيدفيد عمل ماتش كويس برضو 6/10. قفشة ما كانش فايق خالص، ما حسيتش بوجوده في الملعب 4/10. إمام عاشور كان فايق جدا الشوط الأول، بدأ الريتم يقل الشوط التاني 5/10. وسام أبو علي كان من اللعيبة المميزة برضو النهاردة لكن الحظ ما كانش في صالحه، يمكن جات له أكتر من فرصة كان ممكن يخلص بيها الماتش لكن زي ما قلنا الحظ ما كانش في صالحه خالص 7/10. كريم الدبيس شايف لو كان بدأ الماتش كان هيعمل فرق كبير قوي، عمل اسيست حلو قوي لحسين الشحات وقدر من خلاله يجيب بيه الهدف الأول، ومن أفضل اللعيبة اللي كانت موجودة في الملعب من وقت نزوله 7/10. حسين الشحات وسجل هدف حلو قوي 8/10. محمد هاني مش في الفورمة لسه بعد رجوعه من الإصابة، وما كانش فيه تغطية خالص في الهدف التاني 3/10. أكرم توفيق 4/10. عمرو السولية أنا شايف إن الهدف اللي سجله مش أوفسايد، وللأسف لعدم وجود فار في دور المجموعات 5/10. وبس كده، ده كان تقييم لعيبة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس.